ناس كتير بتسألني انت ليه بتقول في كل فيديو ان احنا لازم ناخد مكملات غذائية؟ زمان المنتجات الحيوانية والنباتية كانت مليانة فيتامينات ومعادن، دلوقتي الكلام ده ما بقاش موجود، والسبب مش في الحيوانات نفسها لكن في البيئة اللي بتغذيها واللي باظت تمام. الحيوانات دلوقتي بتاكل اعلاف مصنعة زي الذرة والصويا والنشويات، مش بتاكل عشب طبيعي زي ما كان بيحصل زمان، والاعلاف دي اصلا فقيرة في الفيتامينز وفي المعادن كمان، وبالتالي بقى جسم الحيوان نفسه بقى فيه نقص في الفيتامينات والمعادن. ده غير ان الارض اللي بيطلع منها الاكل بقت فاضيه. الزراعه الحديثه بتستنزف التربه وبتزرع نفس المحاصيل كل سنه من غير ما تسيب الارض ترتاح، فالنبات فقير والحيوان اللي بياكله بقى فقير، واحنا كمان بقينا فقراء زيهم. الحيوانات بقت بتتربى في مصانع مش في مزارع، تحت ضغط وفي اقفاص، وبتاخد مضادات حيويه كتير، وده بيأثر على امتصاص جسمهم للمعادن والفيتامينات وبيقلل قيمتها في اللحوم. والسبب الرابع ان الاكل بقى بيتجمد وبيطبخ زياده وبيتعالج حراريا، وكل ده بيبوظ جزء كبير من الفيتامينات والمعادن اللي المفروض جسمنا يستفيد منها. السبب الخامس اننا بقينا بنختار سلالات حيوانيه عشان تكبر بسرعه وتدينا لحم اكتر، مش عشان تكون مغذيه، فبقينا بناكل كميه كبيره بس جواها مفيش فوائد كتير. وعشان كل الاسباب دي انا بنصح الناس ان هي لازم تاخد مكملات غذائيه. وعشان نرجع التوازن لجسمنا، جزء كبير من الفيديوهات في قناه هيلينج باث هيبقى بيتكلم عن اهم المكملات اللي لازم ناخدها عشان نرجع التوازن لجسمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير وتسبسكرايب في القناه.